عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين، جاء بالدين الإسلامي ليخرجنا من الظلمات إلى النور. أما بعد، قبل كل شيء أوجه تحياتي وتعظيمي للمحترم رئيس العام مؤسسة التربية الإسلامية دار السعادة أبويا في لمطهبلا مع ولد وأب في جدبدا، اللهم اغفر لهم. وأيضا إلى رئيس العام المكرم الفاضل أيحفي بندا أشد وأهله، ثم تعظيمي وإكرامي لحضرة مجلس الحكم الدين الذين يربون تربية حسنة ليلا ونهارا، ثم تعظيمي وإكرامي لحضرة مجلس الحكم الذين يقدرون خطبتي في النهار المباركة. ولا أنسى تعظيمي وإكرامي أيضا للحاضرين والحاضرات في هذا المكان المبارك. أشكر رئيس الجلسة محترم على الفرصة التي أعطانيها ليتكلم على هذه المنصة تحت الموضوع الإسلام نخبتنا. الإسلام هو دين الله تعالى الآخر، وسمي معتنقوه مسلمين، وقد علم الإسلام جميع المسلمين أن يكونوا مرتبطين بالله كما يكونوا محسنين إلى الناس. والإنسان الذكر الحر الذي أرسله الله لتبليغ أوامره وتعاليمه سمي نبيا ورسولا، وقد أرسل الله لكل أمة رسل، بعضهم مذكورون وبعضهم غير مذكورين في القرآن. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، إخواني في الدين. ومن بعض الرسل المذكورين هو سيدنا موسى عليه السلام، وكانت تعاليمه مكتوبة في التوراة. وسيدنا داود عليه السلام، وكانت تعاليمه مكتوبة في الزبور. وسيدنا عيسى عليه السلام، وكانت تعاليمه مكتوبة في الإنجيل. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت تعاليمه مكتوبة في القرآن الكريم. وتعاليم كل من الرسل مطابقة لأحوال أممهم. إخواني في الدين، الرسل السابقون أرسلهم الله تعالى إلى مجتمع معين، بينما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
في أنحاء الدنيا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس الإسلام كأديان أخرى بل هو دين سهل وبسيط يفهمه ويقبله عقول الناس، واستطاع كل طبقة من الناس تأدية تعاليمه، أغنياؤهم وفقراؤهم وكذلك متعلمهم وغير متعلمهم. إخواني المسلمون، الإسلام دين ينسجم مع العقول السليمة. الإسلام معتقد ديني. الإسلام منهاج الحياة. الإسلام قوة الحياة. الإسلام صفاقة ديناميكية. الإسلام مصدر السلام والنجاح. الإسلام مطابق للتقدم والعصرية. الإسلام يشمل جميع نواحي الحياة. إخواني في الدين، يجوز لك أن تختار أي منهج من مناهج الحياة شئت، ولا تنسى أن الإسلام أفضلها. ويجوز لك أيضا أن تختار واحدا من المعتقدات الموجودة في العالم، ولكن الإسلام أكملها. ويجوز لك أن تعتنق غير الإسلام دينا، ولكن الإسلام هو الحق عند الله تعالى. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إخواني الطلبة، الإسلام هو الخضوع والانقياد لإرادة الله وقدرته، وعلى هذا الأساس كنا نعتقد أنه دين السلام. الله نفسه هو السلام، والمكان المهيأ للصالحين بعد موتهم هو دار السلام. إخواني في الدين، خلاصة من خطبتي سابقا: أولا، الإسلام هو دين الله تعالى الآخر، وسمي معتنقوه مسلمين. ثانيا، ليس الإسلام كأديان أخرى بل هو دين سهل وبسيط. ثالثا، يجوز لك أن تختار أي منهج من مناهج الحياة شئت، ولا تنسى أن الإسلام أفضلها. كفيت بهذا الكلام الخطأ من نقصان الكفاءة والصواب، فهو من الله تعالى. وأخيرا أقول لكم: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام وأيها المستمعون المحترمون، الذي ظهر اسمه